السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يعني انا بقول ان في حد بيقول لي انا عايز نمرتك يا جماعة، والله العظيم ثلاثة انا ما بدي نمرتي لحد. نمرتي الا نداها يعني. ايوه احنا اخوات وصحاب، كل اي حد بيخش على الصفحة بيبقى اخواتي واهلنا. كلنا اهل، كلنا واحد، كلنا واحد. انا ما بقولش نادي، انا كنت مخصماها. نادي انا كنت مخصماها، ما بكلمهاش. وبعدين قالت لي يا ماما انا عايزه اكل بيت. رد محمود قال لي وانا قلت لهم طب خلاص بقى كمان وانا، يعني انتوا هتاكلوا بيت وانا هقعد اتفرج عليكم زيكم. المهم قالت لي طيب هاتشي ايه، 7 جنيه ولا 6 جنيه انزل اجيب ايه بيت، كل واحد ايه بيتين مع الاكل، يعني مع شويه فول كده، يعني كلنا واحد عادي. ماشي. نزلت قالت لي انت قلتي عايزه كام؟ قلت لها شوفوا انتوا هتاكلوا ايه يعني. قالت لي حتى لو اقل حاجه انا هاخد بيتين ويعني عندنا 4 أو 5. قلت لها كملي 10 جنيه وهاتي 5. انا بنزلش كتير على فكره السوق، عشان كده ما بعرفش الحاجه. فالمهم نزلت بتقول لي انت عارفه ال10 جنيه بتاعتك دي هتجيب قد ايه بيت؟ قلت لها قد ايه؟ قالت لي ب4 جنيه، يعني الاتنين ب8 جنيه، يعني اللي احنا عايزين ناكله كده ب16 ب20 جنيه بيت، ده اقل حاجه. قلت لها كل واحد سندوتش ب20 جنيه. قالت لي اه. قلت لها ان شاء الله ما اتاكل، ان شاء الله ما اتاكل، انا مش عايزاه اكل. انا هاكل لقمه فول او لقمه اي حاجه وكوبايه شاي بلبن جنبها وشكرا. نجيبوا لكم انتوا بالايه بال10 جنيه اللي كنتوا واخوكي، يعني اكلي بقى. قالت لي دول اتنين هيعملوا ايه الاتنين؟ قلت لها طيب انا اعمل ايه؟ قالت اديني 10 جنيه كمان عشان انا واخويا. قلت لها يعني كويس كده، يعني نقضي باللي عندنا وبلاش بقى لا بيض ولا غيط ولا الكلام ده، وناكل اللي عندنا زي ما حصل زي ما حكى. قالت لي البيضه ب4 جنيه، الاتنين ب8 جنيه، انا واخويا عايزين 8 و8 16، عايزين 16 جنيه. قلت لها 16 جنيه مش يعني، لا حسبتها لقيتها لا ما. طب ليه احنا ندي فرصه ان الحاجه تبقى غاليه قوي كده وما نقطعهاش ليه؟ طب ما نقطعها يا جماعه، نقطعها عشان ترخص لينا، نقطع البيض، نقطع كل حاجه غاليه شويه. البيض يعني مش خلاص اللي مش هياكله هيموت، لا مش ضروري. دي حته جبنه صغيره تكفي بدل البيضه او البيضتين، مش هناكله. بس مش واحده بس اللي ما تاكلوش، لا كله. يا جماعه انا بقول لكم اهو، يا ريت نعمل حظر على البيض. صدقوني هتلاقوه نازل في الاسبوع ده رخيص، عشان حرام على الثمن اللي احنا ندفعه فيه. ندفع 4 جنيه بيضة، 4 جنيه ليه؟ بنتوحم عليها، هنموت لو ما كلناهاش، هنضيع. لا بالسلامة. بس مش أنا لوحدي اللي بقول بالسلامة، أنا وكل اللي يشوف ال- الفيديو ده يمنع البيت خالص، عشان يرخص لنا شوية. اللي عايز الرخص نمنع كلنا الحاجة اللي فعلا اللي غالية. هتقولوا كل حاجة غالية، أنا بتكلم على البيت، أنا مش جايب أي حاجة مش حاجة، كل حاجة تغلى. يعني في حاجة بديل بيض نمشي،
في حاجة بديل، أي حاجة غالية نمشي. مش ضروري يعني إن إحنا نطبخ فراخ يعني إيه. الفراخ دي ما بتطبخش إلا كل فين وفين يعني، ما يجي نضيف حاجة يعني. كل واحد وظروفه. هتقول ايه؟ ياه لما يجي يوم ضيوف لا يا ماما مالكيش دعوة. كل واحد على قده، كل واحد على ظروفه. احنا ظروفنا كده. ليكوا فينا حاجة؟ يلا زي بعض، مالناش دعوة بحد. انا بقى بتكلم على البنات بتاعت اليومين دول، على الجواز بتاع اليومين دول، على البنات اللي مبقتش تستحمل خالص، على البنت اللي خارجة من بيتهم متدلعة وراحت بيت جوزها. انا اتكلمت كذا مرة على الحكاية دي. لا مش طايقة بقى حد يكلمها. لا لا لا، امه دي شافت المر على ما شافته راجل كده، على ما اديتهولك هو كده. امه اللي انت بتتكلمي عليها دي شافت المر عشان تديهولك. في حضانة، في كلية، في شغل، في جيش، في تربية وهو لسه طفل. قعدت تربيه 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 لغاية ما شعرها ده شاب. بعد ما شعرها شاب وصحتها تعبت، ادينا تعبت معاها وتعبت، اديتهولك راجل مهندس، راجل دكتور، راجل محامي، راجل في الاخر هيكون جزائها لا 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 روح لامك لوحدك. لا 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 لا، بحبش المشوار ده. لا، امك جايه بكره اهلا وسهلا بيها. لا 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 لا، عايز تروح روح امتى. ما هي ليها حق ان هي امه ليها حق انها تغير منك. دي ثمرة تعبها، قعدت تربي فيه 25 سنة، من كبر الصغر الحضانات للعيل في جنين في بطنها، في ولادة، في رضاعة، في والاخر اول ما وقف انت جيتي خدتيه. بذمتك مش تزعلي؟ مش صعب عليكي شقاكي؟ وش حال بقى لما يكون عيل واحد وحيد؟ ايش حال بقى لما يكون وحيد على امه وما عندهاش اللي هي ده هو اللي بيخش ويخرج عليها؟ بذمتك مش صعب عليكي؟ مش صعب؟ مش تطبعي انت عليه اكتر منه؟ انت يا بنت، مش كلامي صح ولا غلط؟ تقول لا. البنات الجديده اللي اليومين دول نازله، يعني اللي بتتجوز دلوقتي، مش حاسين، مش عايزين. انا خدته خلاص يبقى لي انا وامي وبيتي وبابا وماما. ماما بتطبخ الطبيخ بتبقى ريحته حكايه. طب وانا يا حبيبتي، انتي يا طنط طبيخك حلو كل بس مش زي ماما. ما انا اسفه، ما تزعليش، ما زعلش. يا امك لو دخلتي عندي تاني انتي ولا جوزك بالسلامه، طالما ما قالهاش ماما طبيخ ماما مرخى بقى يقول بقى زيك. انا ما اعرفش اكل الا طبيخ ماما، ما اعرفش اعيش الا مع ماما. عيش يحسسها برضو ان ام مش انتي لوحدك اللي امك غاليه، هو برضو امه غاليه، وامه ربته وامه علمته. ما تحرمهاش منه، ما تحرمش. انت برضك هتجيبي عيل وهتربيه وهتتحرمي منه. داين تدان. اللي بتعمليه النهارده في حماتك وفي جوزك والله العظيم هيتعمل فيكي بس بعد كام سنه، والسنين بتجري. ده رمضان انا بحس ان هو شهر او شهرين بالكتير وبيجي، السنين بتطير ورا بعضها. فيعني خليكي حنينه، وخليكي طبطبي على امه اكتر ما تطبطبي على جوزك. انت لو طبطبتي عليها تعالوا انتوا الاتنين كده واحضنوا امه، حسسيها ان انت اديتيني راجل. لا اديتيني انسان محترم، تربيتك حلوه. حتى لو هو وحش بكلامك ده هيبقى حلو، حتى لو هو غبي عليكي. ما هو لما يلاقيك انت وحشه مع امه هيبقى وحش معاكي طبعا. ده امه اللي ربته وعلمته وكبرته، ويعلم معاها غيره ولا لا. ولو معاها 20
اول عيل زي اخر عيل في غلاوه الام. انا عندي ناديه ومحمود نوع واحد. يعني ناديه لما قالت انا عايزه اكل بيض، انا حرمت على نفسي. قلت لها لا يا حبيبتي، روحي هاتي اللي كنت باخوكي وانا اكل اي لقمه في البيت. وهم بياكلوه، انا فرحانه ان هم بياكلوا. كان نفسي فيه بس انا مش عايزه. انا عايزاهم هم مبسوطين. هي دي الام. اما بربيهم كده، بشوفهم بيروحوا المدرسه، بيروحوا غيره، وانا قاعده بيهم، ما عنديش غيرهم، قاعده بيهم اغلى حاجه عندي. فاخلي محمود بقى كبر. محمود في سنه تانية ابتدائي، اخليه كبر وعايز يتجوز، ويا مامي انا عايزه اتجوز. طب يا حبيبي لما ايه تخلص وكده، خلصت، بس عايز ايه؟ اتجوز يعني. في قدامي بقى بنت كده عجباني، ايه ده؟ البنت دي قلبي مش مرتاح لها، قلبي مش مرتاح لها كده البنت دي. لا مرتاحه لها، مش مرتاحه لها، انا مرتاح لها. ما ت... يا محمود ما تستعجلش، اصبر. انا بقول لابني اللي هو لسه في سنه تانية، بقول هو هيعمل كده والله اعلم. ما تستعجل لها، خدها. مريديش ان انا اخدها، مريديش ان انا اخدها. طيب طب سيبني شويه ان انا افكر في كده. ولو فكرت، الواحده ليها نظره، ليها نظره في اسلوب العيله، في اسلوب كلامها، في اسلوب مشيتها، في اسلوب طبعها. بيبقى الواحده بتفهم برضو، مش عبيطه. الست غير الراجل. الست ليها نظره، ونظرتها ما بتخيبش. لكن الراجل لا، الراجل طيب، من النوع الطيب، مش ما بيفهمش. انا اسفه عشان محدش يقول لك اي كلمه. طيب احنا لينا نظره تانية، الحريم ليها نظره تانية. يعني ممكن اما اقعد مع واحده ساعتين ولا حاجه افهمها، دي طيبه، دي انسانه، دي وحشه، دي كده، دي كده، بعرفها. اما اقول له مش هتاخد، يقول لي لا هاخدها يا ماما، بمزاجك غير مزاجك، هاخدها. طب روح يا ابني خدها. ده الستات بقى اللي هم ايه، عارفاهم انا، اللي بيقولوا لي كده، روح خدها وانا قلبي غضبان عليك ومش عايزه. هاخدها، ماليش دعوه، هاخدها وهتجوزها. روح يتجوزها شهر اتنين، تلاقي امه داخل عليها ويعني في ايه، اصلها بنت مش عارفه ايه وبنت ايه ليه، ما تسمعش كلامي. ما انا قلت لك من الاول، خلاص ياما، خلاص الراس وقعت مش عارفه في ايه وخلاص. مثلها تفهم بقى ياما، عشان صغيره شويه مثلها تفهم. اقول له يا ابني العيله لو عندها 12 سنه ومؤدبه ومحترمه، هتفضل لغايه ما يبقى عندها 90 سنه مؤدبه ومحترمه. والعيله البجحه المتفتحه اللي ما بيعجبهاش العجب، والله حتى لو بقى عندها 40 سنه، هي دي. فلازم تاخد البنت اللي امك تبص عليها مره واثنين وثلاثه، مش انت، مش الراجل، مش دعوه بالراجل. انا ليه بالام، ان هي تعرف دي كويسه، دي تقدر تحمل العيشه معانا، دي تقدر تحملني لما اكبر واتعب واقعد في السرير تخدمني. ابو الامهات بتقولي كده، مش انا، الحمد لله، تخدمني. لو هي قرفانه من طبق، يبقى مش هتديني بق ميه وهتقرف مني. يبقى انت بتتجوز لنفسك انت، يبقى من دلوقتي ما تخشش عليا. انت بتتجوز نفسك انت ومصلحتك انت، ما اتجوزتش لقدام. ان الست ديت يعني واحده كانت كل يوم معاها ثلاث شباب، كل يوم راحت قعدت عند واحد منهم، كل يوم تقول لها اديني كوز ميه يا بنتي بالليل، وتحطه على جنب السرير، وتروح كاتبه كوز الميه، وتصبح مرات ابنها ايه ده يا طنط، تقول لها يا حبيبي بنتي انا اسفه في الكلمه، يعني انا اسفه قوي خالص، انا عملت حمام وانا نايمه. تقول له لا خد امك، لا وديها عند اخوك التاني، انا ما اقدرش على كده.
تيجي تروح عند اخوه التاني، نفس الكلمة، تقول لها اديني يا بنتي ازازة مية وانا بالليل وانا نايمة، او ازازة المية، تروح كابة برضو ازازة المية حواليها، وتيجي الصبح يا بنتي مش عارفة لا 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 لا، يلا على اخوه التالت. اخوه التالت متجوز واحدة عارفة ربنا، قامت قالت لها المية دي يا طنط، قالت لها يا بنتي ما هم طردوني اخواته عشان انا بعمل حمام. قالت له ماله، تشطفي بالليل وتحتيكي حته مشمع وتلبسي بامبس وعادي الصبح اشطفك واغيرلك البامبس عادي خالص. يعني ياما شلتينا وياما غيرتيله وياما غسلتيله، يعني مش شطفتيه وهو طفل صغير من اي قرف في جسمه، فاحنا مش هنيجي بقى نقف بيكو. قالت لها ربنا يبارك لك، يعني انت ما زعلتيش لما لقيتيني كبه الميه على السرير؟ قالت لها لا يا طنط، ليه انت زي امي، لو امي اللي عملت كده مش هشيل لامي الميه وهي ميه عاديه من الحنفيه. قالت لها طيب، قالت لها طيب هقوم وانت تشيلي ايه الحاجات ديت وتشطفيني. لا ماشي، شالت الحاجه شطفتها وغيرت السرير وحمت الست الكبيره دي ورضيتها. قامت بتقول لها عارفه يا بنتي، قالت لها مش انا بعمل حمام، انا الحمد لله بخش حمامي وبعمل كل حاجه. قالت لها يا طنط الميه دي منين؟ قالت لها ده الازايز اللي انتوا بتدوها لي بالليل بكبها حواليا. قالت لها طيب بتعملي كده ليه؟ قالت لها عشان اعرف بنت الاصيله، البت الاصيله اللي زي كده شالتني وشطفتني، ما قالتلوش روحي لمامك، قالت لا هشيلك، وراحت مدياها كيلو دهب. قالت لها عشان انتي احسن واحده فيهم. يعني اللي انا بقوله لازم تراعي ربنا، ولازم تعرفي انت داخله على الراجل ده، لو امه تعبت حاولي انك تشيليها عشان هتشالي، وانت لما تشيليها مرات ابنك هتشيلك. حاولي تشيليها، حاولي انك تطبطبي عليها، ولو هي واقفه على رجليها وكده حاولي انك تصاحبيها، صاحبيها، خليها صاحبتك، خليها اختك، خليها امك، خليها زي امي. ومش امي بتطبخ ايه طبيخ امك، ليه طبيخ امه ليه؟ ما طبيخ امه خلاها راجل، انتي واخداها راجل، وراجل متعلم، ولو مش متعلم وحتى لو راجل شغلته اي حاجه اهو بيجي اهو فاتح بيتك، راجل المتعلم والصنايعي انا اسف الكلمه، لو حتى زبال طالما بيجيب لي مصروفي وبيجيب وفاتح بيتي وبيطبطب عليا، يا دي تبقى الدنيا وما فيها. طب انا عايزه ايه من الدنيا تاني؟ عايزه راجل يفتح بيتي فتحه، عايزه راجل يطبطب علينا الوليات، طب عايزه دين وقران في البيت موجود، عايزه مصروف في البيت على قد ظروفك موجود. طب قولي لي عايزه ايه تاني؟ ربنا هيديكي ايه تاني؟ يبقى نبقى عبيد لربنا سبحانه الله وتعالى، صلاة، صوم. يعني بيقول لك ايه، قليلك من عبادك الشكور. الشيطان بيقول لربنا سبحان الله وتعالى كده، يعني قليل قوي عبادك اللي هيشكرك. فربنا فعلا قال